اهلا بكم، اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا فيلم حظ، وهو فيلم كرتون عائلي، وبتبدا قصتنا مع بنت اسمها سام، بنت صغيره عايشه في ملجأ للاطفال. سام طول عمرها حاسه ان الحظ عمره ما كان في صفها، كل حاجه في حياتها بتبوظ مهما كانت صغيره او كبيره، ويومها بيبدا دايما بسلسله مواقف نحس مستمره. وطول ما هي في الملجأ كانت بتتمنى ان حد يتبناها، لكن ده ما حصلش لحد ما كبرت وبقى عندها 18 سنه، فاضطرت تسيب الملجأ وتعيش لوحدها. فسام بتلاقي شقة صغيرة وبتبدأ شغل جديد في محل أدوات منزلية، لكنها كالعادة بتقع في مواقف محرجة جدا بسبب نحسها. كل حاجة بتعملها بتبوظ، الشغل بيتلخبط، بتكسر حاجات في المحل، ودايما بتتأخر على مواعيدها. ومع كده سام بتحاول تفضل إيجابية وتساعد اللي حواليها، خصوصا صديقتها الصغيرة هازل اللي لسه عايشة في الملجأ وبتتمنى انها تلاقي عيلة تتبناها. وفي يوم عادي جدا، او زي ما سام شايفاه يوم نحس جديد، وهي راجعة البيت بتقابل قطة سوداء في الشارع. القطة دي كان شكلها مختلف وكأنها مش مجرد قطة عادية. سام بتحاول تطمنها وبتشاركها من الاكل اللي معاها، وبعد ما بتمشي بتلاقي سام عملة معدنية غريبة على الارض. سام ما كانتش تعرف ان العملة دي سحرية، لكنها بمجرد ما احتفظت بيها حياتها كلها اتغيرت. فجأة كل حاجة ماشية تمام، شغلها بيبقى مثالي، الأكل ما بيبص، والحظ بيبقى في صفها لأول مرة في حياتها. سام مش مصدقة نفسها، لكنها كانت مبسوطة جدا. بس الحظ ده ما طولش، سام كالعادة بتفقد العملة في حادث بسيط جدا. العملة بتقع في الحمام وبتضيع للأبد. هنا سام بتحس إنها رجعت لنقطة الصفر، فبتقرر إنها لازم ترجع العملة بأي طريقة. فبتبدأ تدور على القطة السوداء اللي شافت معاها العملة، وفعلا بتلاقيها وبتبدأ تراقبها. المفاجأة بتحصل لما بتلاقيها بتدخل من بوابة غريبة، وسام بتدخل وراها، والبوابة بتاخدها لعالم سحري بالكامل اسمه أرض الحظ. في اللحظة دي سام بتكتشف إن القطة دي مش عادية خالص، واسمها بوب، وهي واحدة من الكائنات اللي بتشتغل في أرض الحظ. المكان ده معمول بنظام دقيق جدا، وفي منطقتين: منطقة الحظ الحلو اللي بيتعمل فيها الحظ الكويس للبشر، ومنطقة الحظ الوحش اللي بيتعمل فيها النحس. بوب بيحاول يخفي وجود سام لأن البشر ما ينفعش يدخلوا أرض الحظ، لكنه في نفس الوقت بيحس بالذنب لأنه عارف إن سام فقدت العملة بسببه. فسام بتطلب منه يساعدها ترجع العملة، وبيبقوا مضطرين يشتغلوا مع بعض. بعدها الاتنين بيبدأوا رحلة في أرض الحظ، وبيواجهوا تحديات كبيرة. أول محطة ليهم بتكون عند مصنع الحظ الحلو، وهناك بيحاولوا يلاقوا عملة بديلة، لكن الأمور بتتعقد لما المدير المسؤول يكتشف وجود سام كبشرية في المكان. وعشان يهربوا بوب بياخد سام لمنطقة الحظ الوحش. المنطقة دي مليانة نحس ومواقف صعبة، وسام بتلاقي نفسها مضطرة تتعامل مع مواقف غريبة ومحرجة، لكنها بتتعلم ان الحظ السيء ساعات ممكن يكون له دور إيجابي في حياتنا. في النهاية سام بتضحي بفرصتها في الاحتفاظ بالعملة، وبتقرر انها تسيب النظام في أرض الحظ متوازن، وده بيخلي كل الكائنات السحرية تحترمها وتتعلم منها. سام بترجع لعالمها، لكنها المرة دي مش زي الأول. بتفهم إن حياتها مش لازم تكون مثالية، وإنها تقدر تصنع الحظ بنفسها بالإصرار والعمل الجاد. كمان بتساعد صديقتها الصغيرة هازل إنها تلاقي عيلة تتبناها، وبتحس إنها أخيرا جابت الحظ الحلو لحد غيرها. المهم، الفيلم بيعلمنا إن الحظ مش هو اللي بيحدد حياتنا، لكن الطريقة اللي بنتعامل بيها مع الظروف هي اللي بتصنع الفرق. وأوقات الحظ الوحش بيبقى سبب نتعلم حاجة جديدة أو نغير طريقة تفكيرنا. والنجاح الحقيقي بيجي لما نبقى صبورين وما نستسلمش للنحس اللي بيقابلنا. وكمان بيوضح لينا إننا مش لازم نستنى الحظ الحلو، إحنا نقدر نخلق فرصنا بنفسنا. وأهم حاجة إن التفاؤل والإيمان بالنفس هما اللي بيخلوا الحياة تستحق إنها تتعاش. المهم، أرشح لكم الفيلم ده لأن فيه تفاصيل كتيرة وأحداث كتيرة ممتعة، وهنتظر رأيكم في التعليقات. أشوفكم في فيديو قادم. سلام.